طيب خلينا نتكلم بقى عن مادة الحاسب. اولا ليه انا عملت يعني فيديو منفصل لمادة الحاسب؟ لان مادة الحاسب ان شاء الله احنا ناويين ان احنا نساعدك فيها. هتلاقي ان احنا عاملين جروب لمادة الحاسب، هسيبه لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن، وهستنى ان انت تنورنا فيه. اوكي، ليه انا اخترت مادة الحاسب بالذات ان انا اساعدك فيها؟ لان انا زي ما قلت لك اني في قسم اتصالات، فعندي خلفية عن البرمجة وهكذا. طيب اولا حابين نعرف حاجة اسمها الليرنينج كيرف. عندنا ايه هو الليرنينج كيرف؟ الليرنينج كيرف هو كيرف بيربط لك كمية المذاكرة اللي انت بتذاكرها مع الفهم. طيب فمادة مثلا زي الماس هتلاقي الليرنينج كيرف بتاعها حاجة لينير بالشكل دوت. كل ما بتذاكر كل ما بتلاقي نفسك فاهم اللي انت بتذاكره والدنيا تمام معاك. طبعا الحوار ده هو مش عام قوي، ولكن انا بتكلم عن يعني المتوسط. ان انت لو مسكت مثلا واحد عشوائي كده ماشي في الكلية، هتلاقي الليرنينج كيرف ده بينطبق عليه. طيب مادة مثلا زي الميكانيكس، هتلاقي ان الليرنينج كيرف بتاعها حاجة عاملة كده، بتكون لينير في البداية، بس مع الوقت بتلاقي الليرنينج كيرف بتاعك بيقل. طب ليه ده بيحصل؟ لان انت في البداية بتكون واخد حاجات اغلبها انت عارفها من ثانوية عامة، بس بعد كده بتاخد مواضيع انت ما كنتش عارفها، فبتلاقي الموضوع بيكون اصعب معاك شوية. طيب ايه هو بقى الليرنينج كيرف بتاع مادة البرمجة بتاعتنا؟ ده بشكل عام كمان مش بينطبق على مادة الكلية بس. هتلاقي الليرنينج كيرف عامل كده، في البداية بيكون صعب، بس بعد كده بيكون لينير معاك، وكل ما بتذاكر كل ما بتلاقي الفهم بتاعك بيزيد. طيب ليه الليرنينج كيرف بتاعنا صعب كده في البداية؟ هقولك. لان مادة البرمجة انت حاجة بتتعرض لها لأول مرة، حاجة انت ما شفتهاش ولا في ثانوية عامة ولا حتى في الفترة بتاعت قبل الكلية دي عامة. فبالتالي بتتعرض لأول حاجة لأول مرة، فبتلاقي الليرنينج كيرف حاجة بتاعها بالمنظر ده. طب احنا ايه بقى هدفنا معاك؟ ان احنا نعمل سموزنج للليرنينج كيرف ده، نخليه حاجة بالمنظر ده وكده، نحسنه شوية، نخلي ان انت طريقة الفهم بتاعتك تبقى احسن كل ما بتذاكر. طيب عملية السموزنج دي بقى احنا هنعملها ازاي؟ اولا ان احنا نعرف المادة عايزة مننا ايه. طيب المادة عايزة ايه؟ هتلاقي محتوى المادة ان هو في الاول كده بيديلك انترو، بيعرفك يعني ايه كمبيوتر، يعني ايه سيستم، يعني ايه برمجة، وايه هي الادوات اللي احنا بنستخدمها في البرمجة. طب ايه هي اللايف سايكل بتاعة البرنامج لو انا مثلا عايز اكتب برنامج او كود. بعد كده بيديلك اساسيات لغة البرمجة من خلال لغة بايثون. بعد كده بيعرفك ازاي تتعامل مع داتابيسز من خلال لغة اسمها اس كيو ال لايت. الاس كيو ال لايت دي هي لغه مختصه في التعامل مع الداتابيزز. وطبعا الجزء ده من الماده هو يعني قصير جدا، هو مدته محاضره واحده بس، وبتاخد فيه البيزك كوماندز. بعد كده بتعرف ازاي الكمبيوتر بيعمل بروسيسنج، وازاي الميموري السي بي يو بيتعامل مع الميموري. وبعد كده بنخش في الباينري سيستمز، وبعد كده بناخد محاضره عن النتوركينج، ان ازاي تحط كمبيوتر جوه نتورك، وشويه اساسيات في النتورك. طيب ازاي بقى هنعمل سموزنج للليرنينج كيرف؟ اولا ان احنا نفهم وما نحفظش اي حاجه في المنهج، تمام، ونحاول نشوف امثله حقيقيه، ونشوف الكلام اللي احنا هنقوله ده ازاي بيستخدم في الحياه الحقيقيه، عشان الموضوع يبقى ملمس معانا وعارفين ان دي حاجات فعلا موجوده. ما نحسش ان احنا بنقول كلام خيال علمي، ولكن الكلام ده ليه تطبيقات حقيقيه فعلا. وهتلاقيني كمان فعلا بفتح معاك خلال المحاضره، بنكتب كود مع بعض وبنرن كده الاكواد، بنعمل لها رن، يعني بنشغل الاكواد دي ونشوف بقى الاوتبوت اللي بيطلع من الكود، ونحس فعلا ان الموضوع ملمس معانا. طبعا اكبر جزء في المنهج هو جزء البايثون. وبعد كل محاضرة هتلاقي ان احنا بنديك واجبات تعملها. الواجبات دي طبعا بتكون اختيارية مش اجبارية، وممكن كمان ان احنا نعمل لك فورم كده تسلم عليها الواجب بتاعك وندي لك فيدباك عليه. طب ايه هو السيستم بتاعنا؟ ان احنا هنكون كل خميس من الساعة 8:30 مع بعضينا بنتقابل على جوجل ميت او على اي منصة، وبنشرح من السلايدز بتاعت الدكتورة. بنشرح من السلايدز عشان تتأكد احنا عارفين اتقال ايه جوه المحاضرة، وان احنا بنشرح لك محتوى المحاضرة وما بنزودش وما بنقص حاجة منه. والاحسن استفادة، لان انا ما ببقاش شايف وشك، لان احنا زي ما احنا قلنا ان هو بيكون اونلاين ميتنج، فانا ما ببقاش شايف منك اي فيدباك، ما بعرفش مثلا ايه هو رياكشنك دلوقتي. فانا محتاج كل ما اسال هل مثلا الناس كلها فاهمه ان انت مثلا تعمل ريز هاند، لو انت مش فاهم تفتح المايك وتسالني. مثلا تبقى مش نايم مثلا وانت بتتفرج على الميتنج بتاعنا، ما تبقاش نايم على السرير، لا تبقى مثلا قاعد كده وايه ومصحصح. وكل
طبعا في اخر كل محاضره هندي لك كده جولدن ادفايس تحسن من حياتك الجامعيه.